اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي متابعات قناة عيشي حياتك مع أم علياء. معادنا النهاردة مع فيديو تحفيزي قوي جدا وجديد لك. النهاردة روتين حقيقي من بيتي أنا وبناتي. طبعا في الأجازة ببقى بناتي مشاركيني في معظم الروتين بتاع اليوم، بل بعتبر الروتين هم يعني نص وأنا نص كمان. تابع الروتين بالكامل، ما تنسيش تدعميني بلايك، جزاكم الله خيرا. لو أول مرة تزوروا القناة يسعدني جدا اشتراكك معايا علشان نكبر العيلة بتاعتنا وتنضمي لأقوى عيلة فعلا حقيقية تحفيزية على اليوتيوب. عايزة اقول لكم يا حبايبي ان انا في الفترة الاخيرة يمكن لما بقبل ان انا يعني اقدم لكم قناة تكون تضيف لكم جديد فعلا. انا ببعد عن القناة اللي ممكن مثلا احس انها تقليدية شوية، لكن انا لما اجيب لك قناة بيكون فيها فعلا بصمة او فيها حاجة جديدة هتضيف لك فعلا، بتقدم روتين بشكل مختلف. اسماء معلم معانا النهارده ان شاء الله باذن الله تشجعك. مجرد بس ما تشغلي الفيديو بتاعها هتاخدي طاقة ايجابية عالية، تنظيف وتحفيز حقيقي فعلا. حتى الروتين اللي هتلاقوه في الرابط في التعليق المثبت بتقول لكم ان هو روتين من غير تسويق، الروتين الحقيقي بتاع اي ام فعلا وبتاع اي ست مصرية او اي ست غير مصرية فعلا بتحب بيتها وولادها وتحاول تسعى انها تكون الافضل سواء مع بيتها ونفسها او اولادها. تابع الروتين بتاعها واشتركي في القناة بتاعتها، الرابط في التعليق المثبت. ويلا بينا على الروتين بتاعنا النهارده نشوف هنعمل ايه. عايزه اقول لكم ان النهارده يعني اليوم ما يختلفش عن الايام اللي فاتت. كان الايام اللي فاتت كلها برضو روتيناتنا شغاله وحياتنا شغاله، ولكن معذره ليكم ان انا ما كنتش بصور ده. كان طالعه بقى من اجازه العيد وحاسه ان انا محتاجه ان انا فعلا ارتاح شويه من التصوير. انا مش عايزه ارتاح منكم ابدا، بدليل ان انا كنت بقدم لكم روتينات. مش عايزه اسيبكم، عايزه افضل متواصله معاكم، بس ما كانش فيه جهد ابدا للتصوير، سامحوني. يعني انا ما قلش حب من جوايا عن حبكم ليا ولا تقديركم ليا عن تقديري ليكم بجد، ولكن غصب عني كان لازم افصل شويه. عايزه اقول لكم برضو كنا واخدين نزله برد بقى بعد العيد، وناس كتير يمكن جالها الموضوع البرد في الفتره الاخيره، واحنا برضو كنا من الناس اللي جالنا شويه برد. اول حاجه كده النهارده في كذا حاجه ان انا المفروض ان انا اعملهم النهارده، فاليوم حسيت ان هو دسم ومحتاج يتصور، فقلنا لا يلا بقى كده نكسر حاجز البعد ما بيننا وبين التصوير ونبدا روتينات من بعد العيد، روتينات قويه ان شاء الله باذن الله نبقى على تواصل معاكم. عايزين حبايبي كده طول ما انتوا بتتفرجوا عليا علشان ناخد ثواب وحسنات، انا معاكم وانتوا معايا، صلاه على النبي واستغفار، تطلعي من الحلقه مستفاده دين ودنيا ان شاء الله باذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بصوا يا بنات، انا يمكن امهات كتير قوي لما بقدم بناتي بيساعدوني في البيت بيقعدوا يقولوا مثلا طب انا بنتي عملت معاها كل حاجه يا ام علياء وحاولت ان انا اكلمها كويس، بس برضو مش عارفه مالها وما بتشتغلش معايا والشغل تقيل عليها. بصوا يا بنات، انا قلت لكم في كذا فيديو، هقول لكم تاني، كل حاجه للبشريه عامه والانسان بالتدريب، وكل حاجه بتيجي عن طريق العاده. والا الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبه للصلاه نفسها ما كانش امرنا ان احنا نعلم ولادنا من 7 سنين ونامرهم على 10 سنين قبل ما يبلغوا خالص. ليه؟ علشان يكونوا اتعودوا على الصلاه وتعلموها فيدخلوا البلوغ، تيجي مرحله التكليف يقدروا يصلوا ويواظبوا على الصلاه، لان كل حاجه رغم انها بتكون مثلا زي الصلاه هي عاده وعباده، فلازم تبقى فيها تعود الاول علشان بعد كده لما تدخل العقيده الصحيحه وتتحول لعباده مع العاده. معنى كده ان انا اي حاجه ببدا اعلمها لبناتي او لولادي بتاخد وقت في التدريب ان هم يبداوا يلتزموا بالحاجه، يوم واثنين وثلاثه ببدا اعودهم المسؤوليات. اول مره مثلا مسؤول عن اوضتك، بس بعد كده ابدا امسك ابني او بنتي مسؤوليه لمده اسبوع. انت مسؤوله كل يوم تعملي الحمام الصبح، مسؤوله كل يوم تنظفي كذا بالليل او كذا الصبح او كذا العصر. كل حاجه انت مسؤوله منها تلزميها، والحاجه ما تكونش تقيله في الاول، يعني ما تكونش تاخد مجهود ولكن فيها التزام.
يعني ببدأ الأول أدربهم على الالتزام، وبعد كده يبدأ المجهود بيجي سنة بسنة مع الالتزام. وعلى ذلك برضو عايزة يعني أقولك أنت كأم مش تتأففي ولا تتنرفزي ولا تاخدك الأنفة وضرب وزعيق وشتيمة وانتوا ما بتعملوش. اصبري، أصل بصي أنت حطي نفسك مكان بنتك. أكيد إحنا ما بنحبش شغل البيت، وإحنا ما بنحبش المذاكرة وما بنحبش الحاجات دي كلها، ولكن مع الأجواء ومع التحفيز بتبدأي تتدربي عليها وتحبيها، وجسمك وعقلك وكيانك وشخصيتك تاخد على الحاجة دي أو تلبسها زي ما احنا بنقول. فنادر لما تلاقي 10% من الناس بيطلعوا يبقوا متحفزين لشغل البيت وبيحبوه من غير أي التزامات ومن غير ما يكون مفروض عليهم. معظم الناس ومعظمنا كستات بقى الحاجات دي بالنسبة لنا يعني بنحبها يعني غصب عننا، فاهمه؟ فلذلك قيسي على بناتك بقى، مش مثلا تشوفي انا مطلعه بناتي في روتين وبيعملوا، انتوا مش تتخيلوا انا يعني ببقى العلاقه بينهم ايه، او ان انا يعني بسيسهم من الاخر يعني. يعني مش لازم ان انا بطريقه الامر واعملوا وما تعملوش، لا لا، عادي صاحبيهم وقربي منهم، حتى لو حسيت ان هم متذمرين من جواهم ما تبينيش انك لاحظت انك هم متذمرين، اعملي نفسك يعني ثبتيهم. عارفين ان احنا نعمل نفسنا ان احنا عبط، ان احنا مش واخدين بالنا ان هم متضايقين، بس هم اول ما يعملوا الشغلانه هياخدوا طاقه ايجابيه وهياخدوا تحفيز وهياخدوا رياضه وهياخدوا نشاط، فهم نفسهم هيكتسبوا عادات وهم نفسهم هيستفادوا. بعد لما يخلصوا الشغل هيحسوا ان هم منتعشين على فكره، لان ده بيجدد جوانا كده الحماس والطاقه والاقبال على الحياه نفسه. لكن لو فضلتي قاعده في السرير طول اليوم بالتليفون وما بتعملش حاجه وزهقانه، هتجيلك اخر اليوم تقولك انا زهقانه، انا عندي ملل، مفيش حاجه اعملها. فاهمين النغمه دي؟ فلازم تشغلي بناتك برضو معاكي في البيت. بصوا بقى، انا النهارده فرست ورق عنب، جبت 2 كيلو، الكيلو كان عامل 60 جنيه، وفي احيانا 55 واحيانا 50، بس ده صراحه اللي هو الورق النظيف يعني. قعدنا عليه بقى بعد ما فطرنا بقى وخلصنا المطبخ ومش عارفه وايه، قلنا هنقعد نقطفه ونعمله بقى الرصص بقى اللي هو الرصاص وكده عشان نبدا نفرزه. والطريقه بتاعه تفريز ورق العنب دي ما غيرتهاش ابدا، ولا مره غيرتها، لان هي دي الطريقه اللي بتخلي لي الورق بيطلع من السنه للسنه كانه لسه فريش. بعد بقى لما عملته ما بغسلوش يا بنات، لانه كده كده لما بيطلع بحطه في ميه مغليه وبيفك وبشطفه تاني، فما بغسلوش. جبت الاسترتش الغذائي بعد لما حطيته رصات كده، وتبدأي بقى تعملي رولات على حسب استخدامك انت وعيلتك. يعني ممكن مرة تعملي فيها نص كيلو، ممكن مرة تعملي بس 3-4 رصات على وش حلة الكرنب في الشتاء مثلا، على حسب ما تحبي. وانا عاملة برضو الرصات متفاوتة، يعني في وسط وفي صغير وفي كبير، على حسب لما يعني بسحب حسب احتياجاتي. وهنا كده عليه وريتكم بعمله ازاي. ما كنتش بقى لابسه حاجه بكمام، فقلت لها بصي يعني اعملي انت دي علشان ايه توريهم في التصوير، بتروليه كده عادي وتحبكي حلو قوي، وبعدين ايه تعملي. وبعد كده لميته كله في كيس واحد وربطته وحطيته في الفريزر، يعني الرولات دي حطيتها في الفريزر. بما ان عندي ورق عنب اتشجعت صراحه، سلقت كده شويه، والبنات هم اللي فرمين لي الطماطم بصراحه، وعليها اللي قطعت لي اللي هو الخضره بتاعه المحشي اللي هي البقدونس والكزبره والشبت، وانا قورت البتنجان والكوسه وانا قاعده، وعائشه هي اللي قطعت البصل ده في الكبه. فتعاوننا برضو في الحاجات ديت يعني. طبعا المحشي انا عاملاه معاكم كتير قوي قوي قبل كده، لو عايزين ان انا اعمله لكم تاني في القناه هنا الجديده لو محدش لسه يعرفه قولوا لي نكرره تاني في فيديوهات ان شاء الله باذن الله. وكان غدانا النهارده اللي هو طاجن ورق عنب كده باللحمه والمحشي دوت، وده كان غدانا النهارده. وطبعا دلوقتي بقى علياء هي اللي عملت لنا الحلو النهارده، بس بصراحه انا مش عارفه المقادير اللي عملتها ايه، لان انا مقاديري مثلا ممكن اعمل كميه اكبر اقل، مش عارفه هي اختارت ايه. هي هتقول لكم بقى، اقول لهم بقى عليه التفاصيل والمقادير وبالظبط. اول حاجه كده، السلام عليكم، ازيكم، عاملين ايه؟ بقالي فتره طويله جدا يعني ما اتكلمتش معاكم او كده. تعالوا بقى اوريكم ايه بقى طريقه الكيكه الخطيره بتاعتي. اول حاجه حطيت كوبايه وربع لبن، وكوبايه وربع سكر، وكوبايه زيت، وحطيت 3 معالق كاكاو. تمام؟ لو يعني الكاكاو بتاعكم مش خام قوي ممكن تحطوا 4. بعد كده قعدت اضربهم بقى، ده كده هيكون صوص شوكولاته. قعدنا نضرب لحد ما تقل كده زي ما انتم شايفين. اول ما يتقل بقى هروح واخده بكوبايه، هاخد معيار كوبايه واحطه في يعني تقريبا طبق نص تاني. الخليط ده كوبايه بس، واحطه في عشان كده هو ده سبب المقدار كوبايه زيت، عشان يعتبر نص كوبايه زيت للكيك،
وخدنا نص كوبايه الصوص الشوكولاته، يعني عشان المقادير هتتقسم بالنص. بعد كده بقى حطينا 3 بيضات وحطينا الفانيليا والخل عشان يعني بقى ايه الزفاره من البيض وتمشي وكده. وبعد كده قعدت بقى اضرب لحد برضو ما قوام تقل شويه. تمام. يعني بصوا، يعني انا كنت حاطه 4 بيضات الصراحه، بس لقيته مش حلو ب4 بيضات دي، بحط 3 بيضات الصراحه يعني احلى يعني. خلينا من القرف بالله ده. عليكي لما انت رحتي تعملي قلت لي يا ماما اخد كام بيضه، قلت لك ايه؟ قلت لك 3 يعني قلتي ايه؟ انا احط 4 يا بابا، احط 4 خلاص عادي ما فيهاش هي حاجه. مش بالكيلو، هي ماشي يعني. افتكرت البيض اكتر احلى. حطيت بقى هنا كوبايتين دقيق، وحطيت معاهم رشه ملح، وحطيت هنا كيس بيكنج باودر. كيك شيف يا جماعه حرفيا احلى، يعني احلى نوع بيكنج باودر. بصراحه كان من كام يوم كده لما كنت عامله الكيك اللي فات اللي هو كان عادي من غير شوكولاته، كنت جايبه اللي هو العادي اللي هو اسمه سامح باين، ده اللي هو لونه لبني ده. مش بينفش الكيك زي كيك شيف. كيك شيف فعلا فظيع. فعلا بينفش الكيك حلو قوي. قعدت بقى اخلطهم في بعض كده كويس. بعد كده بقى نقعد نحط بالتدريج، نحط في التدريج. في الاخر بقى لما جيت زهقت رحت احطهم كله انا مره عايزه اقول لك واحده. اصلا انا ما بحطش بالتدريج، انا بحط كله مره واحده وبضرب انا ما ولا اعرفش بيحصل حاجه. يعني. ده بص من غير يمين يا علي، الكيك بتاع الخلاط نفسه يا بنات، لو انتوا طبعا ما فيش مضرب يعملوها في الخلاط بتطلع حلوه قوي. يعني ينفع الكلام ده في الخلاط برضو، وينفع بالمضرب، وينفع بالمضرب اليدوي، بس في الخلاط اسهل كمان. ما اعرفش انا اعمل كده عشان شكلي يكون حلو كده يعني. ماشي قولي. بعد كده قعدت احط بالتدريج، حرفيا كنت زهقت ساعتها يعني عماله اعمل. انا كنت في دماغي ايه ان هو كان مش هيعمل فقاقيع بقى وكده، يعني مش عارفه يعني كنت بخترع من ساعتها ولا ايه، بس عادي. ماشي. قعدنا بقى نضرب. على فكره البنات صحابك دلوقتي بيتابعونا اللي هم واخدين اجازه زيك، المفروض برضو يتشجعوا يدخلوا المطبخ يعملوا حاجات مع مامتهم وما يزهقوش. ويعني نصيحة بقى للأمهات حبايبي، ما تزهقوش لو بوظوا حاجة مرة واتنين وتلاتة، وشجعوهم ما تسدوش نفسهم. على فكرة السن ده من النوع اللي هو ممكن يقفل على طول، يعني لو مرة بوظوا حاجة وقعدت قفلتي بقى خلاص نفسها صدت، فانتي خليكي مرنة كده وهم هيعملوا كل حاجة. انا ياما بوظت حرفيا. كنت بالله عليكي بعمل حاجة بالله. مش بتقولي لي حاجه، بتقولي واو ده طعمها بتقعدي تاكلي، بكون حاسه ان انا يعني انتوا ازاي بتاكلوا القرف ده؟ بتضحكوا على ايه ولا بتضحكوا على نفسكم ولا بتعملوا ايه؟ والله عليه بص ربنا يجعله في ميزان حسناتي. كنت باكل واسكت. بيكون مثلا حاجه زفر، حاجه طعمها وحش وقعدتوا تقعدوا تاكلوا. هنا بقى بشجعك. غلطت بقى هنا غلطه جميله جدا، ان انا يعني لما جينا طلعنا الكيكه ايه عليه كميه السمنه دي ما هو هي دي الغلطه. حطيت سمنه كتير ودي كتير على اساس بقى ان هي فعلا ما لزقتش تمام، بس انت تعرفي عليه طالما ده إيه؟ بايركس وطالما الفرن مظبوط حرارته، مش التبطينه دي يعني مش لازم قوي. عارفه اللي هو كان زمان بقى ايام ما كنا بقى بنعمل في صواني الومنيوم ومش عارفه وايه الحاجات دي، كنا الواحد لازم يبطن وكده. لكن الصواني الجرانيت الايام دي والبايركس والكلام ده كله مش بيحتاج تبطين على فكره، لان اصلا كده كده الكيك فيه سمن وكده كده فيه زيت. ايوه فعلا، بس برضو بنحط احتياطي يعني. ماشي. هنا لما جيت اختبرت شايفين الخرم ده ايه ده؟ ايه ده عامل في الفرن؟ لما جيت اختبرتها هنا بقى الكيكه قعدت بقى اخرمها علشان نسقيها. كان بصوا بقى يا جماعه، انتوا يعني الاحلى ان انتوا تجيبوا كوبايه لبن وتحطوا فيها الكاكاو اللي عندنا كان خلص بقى، فحطينا اللي هو النسكافيه حلو برضو ادته طعم فظيع. انا وبقى كنت بتقولي فين النسكافيه يا ماما على اساس انك هتعملي ايس كوفي. لا عادي والله طلع طعمها حلو برضو يعني. حطينا بقى هنا كده النجوم الوان يعني شكلها حلو. كويس ان جمانه سابت لك شويه، ده اصلا جمانه مخلصاها طول اليوم. دي بقى كانت معموله في الخباثه، عاملها تروح ماسكه في النجوم تحطها كل حاجه طبعا. دي بقى البيتزا اللي انت شفتها دي كانت معموله في الخباثه، ماما كانت عامله محشي وكده وانا يعني ما باكلش قوي كده، فايه عينتها وقلت بقى هبقى اعملها بالليل انا وعائشه، فما قفشتني فرحت بقى ايه عملتها والبيت كله اكل منها. يعني ما كنت اعمل اكتر. شوف بقى اللي بيكذب على اهله ايه اللي بيحصل له. هي مش كذبه ولا حاجه، بس انت علشان مش هقول لك اعملي اكتر لاخواتك، فانت عايزه تلمي الدنيا وتعملي واحده بس. بقعد اسوي كتير، بقعد فتره طويله اسوي، انا ما بحبش كده. هنا بقى كنت بعمل ايس كوفي، حطينا عادي النسكافيه حطينا عليه السكر، قعدت بقى اضرب لحد ما يعمل فوم. لو بقى عندكم المضرب الصغير اللي هو التاني ده احلى، عندنا اللي هو السوسته اتكسر. التاني كان هيكون احلى. حلو. قعدت حرفيا كتير، بس مش وصلني الايس كوفي ده، انا وصل لي كيك بس. راح فين ده؟ انا شوف والله ما شفت الا في التصوير. ما انا عارفه. حاطين بقى هنا لبن ونحط بقى البتاع. جميل قوي يعني، تسلم ايدك والله يا حبيبتي. شكرا. بس بقى يعني شرفتينا ونورتينا، ويا رب صحابنا اللي في القناه اللي هم في سنك يتشجعوا يدخلوا المطبخ ويعملوا لمامتهم يساعدوها في الاجازه. الدراسه يا بنات والله اللي في سن عليا بتدخل علينا بنبقى شايلين المجهود كله لوحدنا، فساعدوا مامهاتكم في الاجازه، وده كمان بيحملكم مسؤوليه اكتر،
وخلي شخصيتكم اقوى. على فكرة كمان بتستفادوا بر الام، ودي حاجة كبيرة قوي 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 هتشوفيها بعد كده في حياتك قدام، انك تساعدي امك وتقفي جنبها، وانك تخدمي نفسك وتبقي مسؤولة وتعملي حاجات وتجربي. كل الحاجات دي هتلاقيها قدام في حياتك، وهتسمعي كلامي ده وبعدها هتكتشفي ان اللي بتعملي ده في مصلحتك. ما تنسوش حبايبي تروحوا عند قناة اسماء علام، قناة محترمة وممتازة جدا مقيمة وبتشجع قوي قوي، بتعمل تنظيفات قوية قوي. يعني عايزة تتشجعي فعلا هتدخلي عند اسماء علام، ادخلي هتلاقي الرابط بتاعها في التعليق المثبت. ان شاء الله باذن الله تشتركوا عندها. بحبكم جدا، شكرا لكل اللي بقدرني، شكرا لتحملكم ليه الفيديوهين اللي فاتوا اللي هما كانوا فيديوهين قدام. احبكم جدا، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.